ألف التفريق هي ألف زائدة تكتب بعد واو الجماعة في الأفعال للدلالة على إنها ليست واو الفعل الأصلية أو للتفرقة بين واو الجماعة وواو الفعل الأصلي. مش فاهم التعريف ده؟ تعال بص على المثال عشان أخليك تفهم معنى التعريف. بص معايا، الطلاب نجحوا، نرجو من الله توفيق. تعال ركز معايا في واو نجحوا وواو نرجو. أنا بعد واو نجحوا حاطة ألف، لكن بعد نرجو واو نرجو ما حطاش ألف. انت ليه حطيتي هنا ألف بعد واو نجحوا؟ لأن واو نجحوا دي واو جماعة، فبما إن هي واو جماعة فأنا حطيت بعدها ألف، لكن واو نرجو ما حطيتش بعدها ألف لأن دي واو أصلية. طب أنا كطالب إزاي أفرق ما بين الواو الأصلية وواو جماعة علشان أحط الألف أو ما أحطهاش؟ تعالى نحذف الواو من نرجو والواو من نجحوا. نرجو تعالى شيل الواو بقت نرج، الجملة اختل معناها، يبقى دي الواو ده أصلية، يبقى اوعى تحط الألف بعدها. نجحوا الواو هنا واو جماعة، الدليل على ذلك احذف الواو هيبقى الفعل نجح، ما اختلش المعنى بعد الواو، بعد الواو ما حذفناها يبقى الواو دي واو جماعة. يبقى تعال نرجع للتعريف عشان نفهم. بعد ما قلنا هي ألف زائدة اهي، ادي نجحوا بعد واو جماعة في الأفعال، بتيجي في الأفعال عشان تقول لك إن الواو دي واو جماعة مش واو أصلية. يعني الألف الفارقة أنا حطيتها بعد واو الجماعة عشان أنا عايزة أفهمك إن الواو دي واو الجماعة وليست واو الفعل الأصلي، أو للتفرقة بين واو الجماعة وواو الفعل الأصلي. يبقى الألف الفارقة هي ألف توضع بعد واو الجماعة عشان أفرق ما بين واو الجماعة وواو الفعل الأصلي. أعرف إزاي إن دي واو جماعة وواو الفعل الأصلي؟ يلا نشيل واو هنا وهنا، نرج يبقى دي واو أصلية لأن اختل المعنى. نجحوا نشيل واو يبقى نجح، يبقى هنا دي واو الجماعة بما إن الفعل ما اختلش بعد ما حذفت الواو، يبقى هنا نحط الألف وهنا ما نحطش الألف عشان هنا واو جماعة وهنا واو أصلية.